يستغلوا الشباب الصغيرين، الكوادر الصغيرة في كل الأندية، في الأهلي وفي الزمالك وفي الأندية التانية، لأن الشباب الصغيرة عندهم باور مش موجودة عند إخواتنا والناس الكبيرة اللي احنا بنتعلم نتمنى طبعا وبنستفاد تبقى من فرصه للشباب خبراتهم. كلها. بس لازم يتم زيادة عدد الناس دي شوية. يعني انت مثلا زمان افتكر تجربة ميدو لما كان أصغر مدير فني مسك ايوه طبعا الزمالك، اه. هو اللي بنى مع الإدارة السابقة فريق 2015 لو فاكر. ماضو فكرتنا الثانيه خلصت، فندخل على الفقره الثالثه، صوره وتعليق، ونشوف يلا مع بينا. بعض اول صوره. يلا بينا. هنا ولا هنا؟ حبيبك. امام كان حبيبي. كان حبيبي يعني امام عاشور من الناس اللي انا يعني زمان كنت بدعمهم جدا. امام عاشور حتى هو اللي كان عامل لي اد على الفيسبوك، ولسه لغايه النهارده عندي على الفيسبوك. وقعدت معاه كذا مره وشفت مشاكل لامام. من ضمن الحاجات اللي انت بتقول لي اسرار ما ينفعش تخرج، شفت مشكله ضخمه لامام في الزمالك وما خرجتش، ومش هقولها لغايه احتراما النهارده. للجماهير واحتراما لسور النادي. واحتراما ليه هو كمان، طيب عشان المشكله كانت كبيره. كنت فامام، بتحبه وما زلت والله؟ امام لعيب ناجح، من احسن اللعيبه في مصر، احسن لعيب وسط ملعب دلوقتي موجود في مصر، لكن هو مشي من الزمالك بشكل انا ما طيب بحبوش شوف الصوره خالص. الثانيه. كهربا. انتوا لازم تجيبوه عامل كده. كهربا لعيب كويس، لعيب فاد الزمالك كتير، لعيب ادى للزمالك فلوس كتيره جدا جدا، في اعارات كتير، دخل ارقام ضخمه جدا. مفيش حد في الزمالك في تاريخ الزمالك دخل فلوس قد كهربا حزين ان للنادي. الاثنين راحوا الاهلي طبعا. ايه؟ حزين ان الاثنين راحوا الاهلي كزملكاوي. بص، الطريقه اللي بيمشوا بيها الزمالك ما بيقفش على حد. وبعد ما كهربا مشي الزمالك خد بطولات كتير، وخد كونفدريشن كاب او كونفدراليه، خد سوبر وخد دوريات وخد بطولات. طيب وكهربا راح برضو فريق كبير زي شوف الاهلي. الصوره الثالثه. معالي المستشار مرتضى منصور. مم. ظلم نفسه. ظلم نفسه. مم. ظلم نفسه ظلم وحش عمل معاك ليك موقف معاه؟ كتير. طب احكي هو لنا موقف كده. يعني هو بيزعل مني لما اقول له ما ينفعش ان انت تبقى بتتخانق مع حد او بتخبط مع حد. يعني وقت الانتخابات، قبل الانتخابات كان باعت لي رسالة، وانا رديت عليه قلت له كفاية، النادي اتقسم، النادي بقت الجماهير كلها فقدت الهوية، كفاية مشاكل وكفاية صراعات بين ناس سابقة وناس موجودة. وهو ما تقبلش ده خالص، شاف ده يعني ان هي حاجة مش حصل كويسة. تصادم بينك وبينه قبل كده؟ اه كذا مرة. كذا مره، احكي لنا تصادم كده حصل. يعني اخر تصادم قريب بعت لي قال لي ان انا خنته مع حسين لبيب بعد ما ولا ساب بعد ما المجلس. ساب النادي. اه قال بعد لي ما ساب ان النادي. انا قعدت مع حسين لبيب ومش عارف ايه كده، وكان يعني ادى كلام. بس ما اقدرش ارد عشان حكم السن يعني، لكن في الاول وفي دي كله الاخر احترامه طبعا. هو طبعا ليه احترامه وضاف للزمالك كتير. بس للاسف شديد كل الحاجات الكويسه اللي عملها كان في حاجات صغيره قوي بتحصل بتبوظ ده. ففي النهايه انت شفت الجمهور ما تقبلش ومرضيش، وكل الناس يعني بقت ضد وجوده يعني. كل الناس بقت ضده. خسر كل الناس، خسر خسر اللي كل الناس، بيدعموه يعني انت واللي عايز تقول ان مش معالي المستشار مرتضى منصور خسر كل الناس؟ خسر. بص، هو في ناس كتير بتحبه، وفي ناس كتيرة بتحترمه، وانا بحترمه، وانا بحترم كل الناس حتى اللي مختلف واللي متفق معاه. بس هو خسر نفسه الناس اللي بتدعمه، الناس اللي هي طيب بتبقى ظهره الكلام شوف ده الصوره يعني. اللي بعدها. طيب هو ايه؟ معالي المستشار برضه. محمد صلاح محمد صلاح. انجح رياضي في تاريخ مصر يعني، حقق كل حاجة، وصل لحاجات كتيرة جدا، قدم مستويات عظيمة في يعني، عمل ارقام كتيرة قوي قوي. ناقصه ان هو يبقى مع شايف الهجوم المنتخب. الاخير عليه كان مبرر؟ الناس ما عندها اقدرش حق. اقول لك مبرر الهجوم عليه، لان محمد صلاح لعيب كبير قوي. محمد صلاح حقق اللي مفيش حد في مصر حققه قبل كده. طبعا. بس انت هنا كمصري دعمت محمد صلاح من ايام ما كان لسه فكره، من قبل ما ينجح، ومن قبل ما يحقق بطولات، ومن قبل ما يبقى في الدوري الانجليزي، ومن ايام ما كان في تشيلسي لعب ربع ساعه وكنا بنحط محمد صلاح هداف الدوري الانجليزي ونعكس نقلب الصوره. فاحنا كنا بنحب محمد صلاح وبادئين معاه، جايبين معاه الموضوع بالبلدي كده من تحت. فلما محمد صلاح بقى محمد صلاح، احنا بقى مستنيين منه، مش عايزين منه حاجه غير ان هو العشم، يدي الناس عشمانه فيه انه يدي بالظبط. اكتر من كده. عشمي في محمد صلاح انك تبقى في المنتخب ده زي ديديه دروجبا في ما كان بيعمل مع كوتيفوار، ما خدش بطولات اه، بس كان بيدي
مستوى وروح بيدي كل طاقته. في اعلاميين في مصر ايتو كانوا بيتعمدوا يتكلموا محمد صلاح الفتره الاخيره عشان يركبوا الترند. ما اقدرش اقول كده عشان ما بحبش اخش في نوايا الناس، بس في ناس طبعا كانت بتستغل ده. ما تدخلش في نوايا، بس في حاجات ما في ناس كانتش. كانوا بيستغلوه في الناحيتين، في ناس بتستغله كدعم لمحمد صلاح عشان اللي هم بيبقوا بيجاملوا علشان يوصلوا له، علشان يحسوا بحاجه ان محمد صلاح بس عارفهم. وفي ناس كانوا بينتقدوا زياده عن اللزوم عشان يقولوا احنا بنخبط في محمد صلاح احسن لعيب في العالم او من احسن 5 فيركبوا الترند الناس كلها تتكلم. بالظبط وحصلت مع كذا اعلامي. بالظبط، لكن طبيعي ان كل الناس طيب، تتكلم على شوف السؤال محمد اللي بعدها. صلاح. كابتن احمد شوبير اعلامي شاطر جدا جدا، واعلامي بيقدم مستويات ثابته في الاعلام من اول الناس اللي شايف ان ابراهيم فايق سحب البساط شويه من تحت رجلين الكابتن احمد شوبير؟ بص، هي ما ينفعش يبقى في مقارنه عشان السن. انا دايما بحط السن مع المقارنات. اقدر اقول لك كده امتى؟ لو ابراهيم فايق استمر الاستمرار بتاع كابتن صح. احمد شوبير اللي هو بقاله سنين. رد مقنع يا كابتن ناطق. مش بجامل والله.